لو قلتلك هات شويه فلفل اسود وشويه ملح وتعالي نحرقهم في الصينيه زي ما انا عملت، بجد عملت اكله انا ما توقعتهاش. كل اللي انا عملته رشه من الملح كده حلوه محترمه، وشويه فلفل اسود، وطبعا كنت حاطه معلقتين زيت كده، وانزلي بقى على الفراخ نيه. احنا ولا هنسوي الفراخ في الفرن ولا هنسلقها ولا اي حاجه، هنعملها زي ما انت زي ما انت شايفه كده. هنحرق الملح والفلفل الاسود وهنعمل الفراخ، وهتاكلي احلى فراخ. عايزه اقول لك احلى من بتاعه المطاعم كمان. كمان وهتبقى لونها فظيع. عايزه اقول لك انا بناتي ما بتاكلهاش الا بالطريقه دي. الطريقه دي جميله جدا جدا، وما شاء الله مكوناتها بسيطه. بصي بقى حطي كده الجناح، انا دي فرخه كامله ما شاء الله. الفرخه دي كانت كبيره، الصينيه دي كبيره ما شاء الله، قطعتها تقريبا على 8 اجزاء او 10 كمان، عشان طبعا الرقاب والجناحات قطعتهم لوحدها. وبعد كده هرشه كده من فوق بقى فلفل اسود وملح. تمام تمام. وسيبيها بقى. طب بس اهم حاجه ان انت تعلي النار، سيبيها بقى زي ما انت شايفه كده، تاكل في بعضها كده لغايه ايه، تشكشك كده مع بعض وتدي ريحه ما اقولكيش جميله. بعد كده يا ست الكل نقلب بقى الورق بقى والجناحات والصدور، وقلبيها بقى كلها طبعا. الجنب ده تاخد وش والجنب التاني تاخد وش، وزي الفل. بعد كده يا ست الكل في المرحله دي بقى هنطلعها، هنحطها في صينيه جنبها كده او طبق او اي حاجه خارجيه. وبعد كده هنجيب بقى الايه الحاجه او المكون اللي هيدي الطعم كله. وده بقى شويه حلوين كده، يعني شويه فدان كده انا هتحط شويه حلوين كده من المكون اللي انا هحطه، اللي هو ايه بقى يا ست الكل، حبيبي واللي طبعا يعني ما بستغناش عنه، او اي الناس كلها ما بتستغناش عنه، هو ايه بقى البصل الشويه الحلوين دول. طبعا دول كان اخر بصلتين كبار عندي، ولو كان عندي اكتر كنت حطيت يا حبيبتي، بس دول اخر حاجه. المهم بقى احرقيهم هما كمان، يعني احنا هنحرق الفلفل الاسود والملح ومش هنحرق البصل احرقيه خالص زي ما انت شايفه كده. وبعد ما تحرقيه قوي نزل عليه ميه، وكمان فلفل اسود وملح وبابريكا وتوم باودر بصل باودر واحده ماجي، وكل التوابل اللي عندك يا ست الكل. اديها غلوه كده شويه الميه دول بالتوابل اللي احنا حطيناهم، ورجعي الفراخ زي من الاول وجديد. بص بقى انت ملاحظه الميه لونها احمر غامق. بص بقى الفراخ دي هتقولي لي ان انت حطيتيها في الفرن، والله اقسم بالله ما حطيتها في الفرن. ما شاء الله زي كده في على النار من فوق. وما شاء الله اللون طبعا البصل المحروق ادى اللون المكرمل التحفه ده. بصراحه جربيها، انا بنتي ما بتاكلش غيرها دلوقتي. وشويه الصوص اللي من تحت ده تحفه، بالف هنا وشفا بصراحه.